إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها العدة في الشدة والرخاء، والذخيرة في السراء والضراء، تكشف الهموم وتذهب الغموم وتيسر الأمور بإذن الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، حديثنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الشفاعة. عباد الله، الناس في أرض المحشر أجسام عارية، أقدام حافية، أبصار خاشعة، قلوبهم واجفة، قد اشتد بهم الهول والغم والكر. الشمس قد دنت من الرؤوس قدر ميل، والناس غرق في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجم إلجاما. عباد الله، وفي هذا الموقف الرهيب يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وآخر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، وآخرون يقولون: يا ويلنا لقد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. إلى غير ذلك من النداءات في يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. عباد الله، في هذا الموقف العظيم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيطلع الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض:
عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاثة كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. وفي رواية الترمذي فيقول إني عبدت من دون الله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لرب عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. وفي رواية للبخاري فيأتون فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحزنني الآن، فأحمده
أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. عباد الله هذه هي الشفاعة العظمى وهي من المقام المحمود الذي وعده الله إياه في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو أنه يشفع في أهل الموقف عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى ليقضي بينهم في هذا الموقف العظيم حتى ينصرف كل إلى ما كتب الله له. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد من الخلق. عباد الله ولرسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات أخرى فمن هذه الشفاعات شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة لدخول الجنة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آت باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي رواية له أنا أول شفيع في الجنة. ومنها شفاعة صلى الله عليه وسلم في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب جعلنا الله منهم. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعة صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي رواية ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عباد الله وهناك شفاعة عامة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ويشارك فيها من شاء الله من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن هذه الشفاعات الشفاعة لأناس من الموحدين قد دخلوا النار في أن يخرج منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة من الله في استفساء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخذوا من عرفتم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة وشفاع النبيون وشفاع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا ثمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حليب السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. يعرف أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هؤلاء عباد الله ليسوا كفارا، هؤلاء ماتوا على التوحيد. ومنها الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في أن يدخلوها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فهذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله فيه. ومنها الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، الشفاعة يوم القيامة كلها لله تعالى، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا فإياك أن تطلب الشفاعة من أحد غير الله تعالى. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعلم أن الشفاعة المقبولة عند الله تعالى هي التي تتوفر فيها الشروط التالية. الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والمعنى لا أحد يملك الشفاعة عند الله عز وجل إلا بإذنه، فمن أذن له شفع ومن لم يأذن له لم يشفع. الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع فيه، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والدليل على أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري وغيره عن
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منه لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومنها قول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. عباد الله لا يشفع أحد في أحد مات على الشرك لأن المشرك مخلد في نار جهنم. قال تعالى خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولأن الله جل وعلا حرم الجنة على المشرك قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه خطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ منتفخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إذا الشفاعة يوم القيامة تقع من أهل التوحيد إلى أهل التوحيد لتعلموا يا عباد الله أنها العقيدة أولا. عباد الله الشفاعة شفاعتان. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. عباد الله ومن أسباب نيل الشفاعة أولا التوحيد إخلاص العبادة لله وحده وهو سر النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم فهي نائلة أي الشفاعة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ثانيا قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثالثا الصيام. قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعت النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. رابعا الدعاء بما ورد بعد الأذان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم اسألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. خامسا سكن المدينة والصبر على لأوائها والموت بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. سادسا الإكثار من الصلاة. فعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول خادم ألك حاجة؟ قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي. قال وما حاجتي؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال ومن دلك على هذا؟ قال ربي. قال إما لا فأعني بكثرة السجود. هذا وصلوا وسلموا على خير الورى والنبي المصطفى محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.